السلام عليكم يا جماعة. النهاردة احنا هنتكلم على ازاي جهزنا العنبر علشان خاطر ننزل فيه الكتاكيت. ايه الحاجات اللي كان مطلوبة قبل ما ننزل الكتاكيت؟ من الدورة اللي فاتت كنسنا العنبر كنسة كويسة، ما خليناش في العنبر اي حاجة، غسلناه بالمية والصابون والبريل، الشحاكة الارضية كلها بالمقش. بعد ما ظبطت الارضية بتروح بعد كده مغسل الارضية خالص بالمية، ومخلي الارضية ما فيش فيها اي اوساخ او اي حاجة. اول حاجة لما تيجي بتعقم بالفينيك، بتجيب لك ازازة فينيك على 20 لتر وتروح حاطها ومغسل العنبر من فوق ومن تحت بالرشاشة. ما بتخليش اي حاجة في العنبر، يعني بتعقم السقف من فوق وبتعقم الارضيات وبتعقم طبعا انت بتغطي الشفاطات، لو عندك شفاطات بتغطيها ببلاستيك زي كده علشان ما تدخلش عليها مية بتأثر على الموتور بتاع الشفاطات. وبعدين كل مكان بتحاول تخلي الفينيك يوصل كل مكان، وبالذات الارضيات لازم تغسلها بفينيك كويس. بعدين بتغسلها بالكلور، بتجيب لك ازازتين كلور على 20 لتر وبتروح حاطهم ورش بيهم العنبر، برضو نفس القصة، بس تحاول ان انت تبعد عن سلوك الكهرباء وتبعد عن اللمبة وبتاع كده. يفضل ان انت تغطي اللمبة بكيس بلاستيك علشان خاطر ما يدخلش عليها الكلور ويبوظها او سلوك الكهرباء. بعد كده انت لما عقمت بالكلور كده انت عملت 80% من التعقيم، محتاج ان انت توصل التعقيم بتاعك الى 100%. حتى تجيب معاك في حاجة في الفركون ده موجود ورخيص جدا، موجود في صيدليات البطارية، يعني حوالي 100 سنتي. 100 سنتي بيعملوا حوالي 20 جنيه، بيعملوا حوالي 20 لتر، او انت بتحطهم، انا بحطهم على 5 لتر وبعقم بيهم حوالي 50 متر. يعني المكان الموجود فيه دلوقتي 10 في 5، بنزل فيه حوالي بنزل فيه حوالي 400 فرخة ل 500 فرخة، وفي الصيف بنزل فيه حوالي 350 فرخة. ف هنقول لكم على الكمية اللي انت تنزلها في المساحة بالضبط في الايام اللي جاية ان شاء الله. طبعا انت بتعقم بفركن، وده مهم جدا ان انت تتحكم بفركن، لان الفركن ده بيقضي على جميع الفطريات والفيروسات الموجودة في العنبر، وبيقضي كمان على البكتيريا الموجودة اللي هي وزي الكوكسيديو كولوستريديا. وبالنسبة السجايات برضو ان انت بتغسلها غسلة كويسة من الحاجات الموجودة فيها في الاول وتخليها نظيفة مفيش فيها اي مشكلة. تغسلها بصابون، تفضل تغسلها ببريل، وتكون حاط لك ازازة بريل وحاطها في مية وشوية مية ومغسلها بسلكة وتخليها نظيفة ما فيش فيها اي رواسب. بعد كده بتحطها في كلور، تغسلها بكلور، وبعدين تركنها لحد لما تنشف. طبعا بعد لما تنشف بتروح جايب لك فركن. الفركن ده ممكن تلاقي منه سائل او بودرة. طبعا بتحط له مثل السائل ده رخيص خالص، ارخص من البودرة لانه هو مش مستورد يعني. فهو بتجيب لك مثلا 50 وتحط 50 جرام ب10 جنيه وتحطهم في المية، وبعدين تنقع فيهم الحاجات دي لمدة 10 دقايق. بعد ما تنقعها ب10 دقايق بتبقى صالحة كده للاستخدام. سيبها لما تنشف وهوقت تغسلها بمية، بعدين غسلها، بس سيبها لما تيجي قبل ما تنزل حاجات بسيطة تروح مغسلها بمية ومخليها تنشف علشان تحط فيها العلف. نفس القصة في العلافات والحاجات دي. طبعا برضو علافات الحديد انت بعد ما غسلتها رحت معلقها فوق، وبعد ما علقت رحت وانا برش في العنبر في الكلور والفركون والحاجات دي، كان برضو برش السجاية. بص بقت نظيفة ازاي، وبتاخدش منك وقت ولا بتاخد منك اي حاجة. انت كده بتبقى عملت اول خطوة في التجهيز العنبر. طبعا انت اهم حاجة يكون عندك دفايات. في عندك دفايات اللي هي دفايات كهرباء، لو انت تقدر تستحمل الفلوس الكهرباء اللي هتجي لك من ورا التدفئة. وهنا في عندك اللي هو الغاز، علشان لو قطعت الكهرباء لازم دي تبقى موجودة، فانت بيبقى عندك دفاية غاز بالمنظر ده.
الدفاية الغاز دي بتكون ممكن تكون بديل للكهرباء لو قطعت، وممكن لو الكهرباء متوصلش درجة الحرارة اللي انت عاوزها تروح مشغل الايه الغاز ده لو انت بتستخدم كهرباء وغاز. طبعا كل حاجة فيها مشاكلها وخطورتها. دي مثلا بتنقص الاكسجين الموجود، انت بتعوض الكلام ده من خلال الايه التهوية. طبعا انت في التحضير علشان خاطر بتحتاج درجة حرارة عالية ومقفل الدنيا دي كلها، ما بتحتاجش تهوية. وكمان لازم عشان العنبر يبقى طويل بالشكل ده لازم ان انت تختار تعمل لك مكان يبقى محجوز صغير جدا، بحيث ان انت تنزل فيه وتعرف تتحكم في درجة الحرارة الموجودة. فانت بتعمل مكان بالطريقة دي، وبتعمل لك حجازات للكتاكيت بالشكل ده علشان خاطر الكتكوت ما يعديش الاماكن التانية. فبتبقى الحجازة بالشكل ده. هنا في فكرة للحجازة عشان تفضل واقفة متوقعش، انت بتعملها بتعملها خشبة من تحت بالطريقة دي، وبتفضل واقفة من غير ما تركن على اي حاجة. بكده انت لما تيجي تكون عملت الحجازة بالمنظر ده، تكون مجهز المكان كده وحاط الحجازة بالشكل ده وحاط البلاستيكة بتبقى بالمنظر ده فوق. بتروح هنا دلوقتي لما نيجي نفرد الانشارة هنقول لكم تفردها ازاي وبالطريقة ازاي. بتفرد الانشارة وبتجهز تحط العلف وتحط الكتكوت، تحط العلف وتحط المي قبل ما ينزل الكتكوت. في ناس بتقول لك لا ما تحطش العلف، نزل الكتكوت الاول من غير علف. لا، انت هتحط العلف وتحط الكتكوت، وهنقول لكم ليه في الايام اللي جاية ان شاء الله. ايه السبب ان انت تنزل كل حاجة قبل ما يجي قبل ما يجي الكتكوت. هنتكلم عليكم درجة الحرارة والمساحة بالضبط في الأيام اللي جاية إن شاء الله. لما نيجي ننزل كتكوت هنتكلم عن المساحة، ونتكلم تنزل كام كتكوت وتكون تحضنهم في كام متر، وهنقول برضو هتحتاج كام واط في المتر في التحضين، كام واط من الكهرباء، هحتاج كام واط من الكهرباء في المتر، وحنديكوا جميع التفاصيل إن شاء الله. فاحنا لحد لما ننزل ان شاء الله تابع سلسلة معاي يوم بيوم ان شاء الله، وحنتابع الدور مع بعضنا يوم بيوم، وان شاء الله تنجح بمجهودكم وبتفاعلكم معاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.